فرحة كبيرة ما بتنوصف من أمام جامعة حلب. الثوار المقاتلين الأبطال الشباب الإعلاميين الناس اللي مشتاقة لجامعتها صار لها زمان ما اجت عليها، الآن كلهم متجمعين هون في حلب بعد ما تحررت من رجس الإيرانيين ورجس النظام المجرم والميليشيات الإجرامية. ولحد الآن لسه في كل شوي ما بشوف غير لقطوا واحد بالشارع عم يتخبى مثل القرد من مكان لمكان من عناصر نظام، بلقطوه بكحشوه وبكحشوه. ايه سيل عن روحك يا حافظ، سيل عن روحك. هي الله يلعن بكرة ظهره، الله يلعن بكرة ظهره. تعيش الله يلعن، يلعن روحي. بس اقول لك الله يلعن السرسوبي، يلعن السرسوبي يا ابن الحرام. اي وين تجي وهي في الفقرة القطامية الخمسة. الله أكبر. ولك والله نحن في نص لك ليش عم تسألني كيف مكتوب فوق جامعة حلب. وهي الروج اللي ما مصدق سعد انا غشيم هون دلني. لا ما غشيم، دلني هي ثوار المقاتلين الابطال هذول هن اللي عم تتبجحوا. هذا ارهابي اجى حرر بلده. من وين انت؟ انا تابع كنت لكليه الاقتصاد هون، حرموني منها بال 2013 ونزلت ادلب من حزرة. يعني ما انك ارهابي انت؟ ارهابي ابا عن جد كمان. ايوه انت من حزرة وموجود الان بحلب، شاركت بتحرير حلب. نعم ارهابي مؤصل على كيف اقول نعمل والله والنعم منكم، والله احلى ارهابي. الله يجزاكم خير ويقويكم يعطيكم الف عافيه. مثل ما كنتم شايفين فرحه الاهالي والشباب والله العظيم للان. هلا فتلنا بالشوارع في اهالي موجودين ببيوتهم ما حدا قرب عليهم، قاعدين معززين مكرمين وكل شيء واصلوا لعندهم وما حدا قرب عليهم. اهلنا في باقي الاحياء في مدينه حلب النظام زرع عندكم انه نحن مجرمين، انه المقاتلين جايين يقتلوكم، جايين يعذبوكم، جايين. هذا الحكي كلياته كذب. هذا النظام كاذب مجرم سفاح. فإن شاء الله بالأيام القادمة راح يتم تحرير هذه المناطق اللي أنتم موجودين فيها. فما تخافوا، أنتم ببيوتكم آمنين. من كان في بيته ومسكر على نفسه الباب هو آمن. فاستقبلوا هدول المقاتلين بالورود وبالرز، لأنه هدول أولادكم، نحن أولادكم، نحن قلبنا محروق عليكم. إنه النظام المجرم صار له سنين حارمكم من المي والكهرباء وعم يذلكم. ميليشيات شيعية موجودة هون بالمنطقة وعم يذلكم ليل نهار. ليش؟ انتوا حقكم تمسكوا هذه البلد، انتوا حقكم تعيشوا بكرامة. الناس عايشة بإدلب بكرامة، اهلنا بالمخيمات اللي صار لكم سنين، وانا بعرف اكثر الناس معاناتكم. انا بشكل يومي موجود بيناتكم. فرج الله اجا، فرج رب العالمين اجا، وان شاء الله كلياتنا نرجع لبيوتنا. اهل حلب مبروك عليكم تحرير حلب. اهالي حمص والشام وباقي المناطق الله كريم. ايام ان شاء الله بنرجع كلياتنا لاراضينا ولبيوتنا. بس الدعاء لاخواتنا المجاهدين، الدعاء هدول الناس اللي قدمت وبذلت، شباب قدمت دمها لحتى نحن نرجع حلب ولحتى ندخل حلب ولحتى اهل حلب ترجع لهم. فلا تنسوهم من الدعاء. والله كريم، الله كريم. كلياتنا بنرجع لحمص ونرجع للشام ونرجع للدير ونرجع لكل مناطقنا المغتصبه من قبل هاي الميليشيات، ميليشيات طائفيه، ميليشيات ايران وحزب الله. رساله للعناصر اللي موجودين مع النظام لحد الان عم يقاتلوا. والله ما في داعي نطالع لكم جثث الموجوده بالشوارع الان. كل شوي بتلاقي جثه مشلوفه يمين وجثه مشلوفه يسار. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. هدول المقاتلين والله ما سلمتوا سلاحكم وجيتوا وسلمتوا واخترتوا الطريق الصح راح تنداسوا تحت اقدامهم جميعا. الله يعطيكم العافيه يا شباب، الله يجزيكم الخير. مقاتلين من كل المحافظات السوريه اجوا وشاركوا بتحرير حلب بدمائهم، بذلوا وقدموا. لحد الان عم نقدم شهداء لتتحرر هذه الارض. اهالينا المدنيين الموجودين في مناطق النظام والله هدول الشباب هن اولادكم، والله رايدين يحرروكم من هدول الميليشيات. فلا تخلوا النظام يزرع عندكم السم اللي هو انه هدول ارهابيين وجايين يقتلوكم. هدول ابنائكم،
هدول اهاليكم، نحن اهاليكم باذن الله. شو رسالتك للمدنيين الموجودين في مناطق سيطرة النظام؟ كلهم انشقوا عليكم امان الله، ولا تخافوا، نحن اهلكم واولادكم. بأمان الله نحن أهلكم. الحمد لله الذي من علينا بأن نلتقي بأحبابنا في مدينة حلب الحبيبة بعد سنوات طويلة. بإذن الله لن نقترب على مدنية، إنما مهمتنا وأهدافنا عسكرية، فالزموا بيوتكم ونحن أهلكم وأبناؤكم. رسالة للعناصر النظام الموجودين عم يقاتلوا مع النظام نقول الآن. لكم انشقوا قبل فوات الأوان، فإن أمامكم حياة بإذن الله آمنة ومطمئنة بقرب أهاليكم، ولا تستنزفوا نفسكم وروحكم بقرب هذا النظام المرتد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حلب حرة، حلب حرة، حلب حرة. من وسط حلب، حلب حرة، وبإذن الله راح تضل حرة هي وباقي المناطق السورية اللي لسه ما تحررت، وإن شاء الله راح ترجع حرة بإيد شبابها وبهمة وزنود مقاتلين الجيش السوري الحر بإذن الله.